السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وين ما راكم تبعوا في الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. بون اليوم ان شاء الله راح ندير لكم هذه المملحات الروعة، يعني نتاع الصح. يجو هايلين بالبزاف، سهلين كما العادة، مقادير اقتصادية وان شاء الله تكون متوفرة في كل بيت، وبنتهم بنة. راح يجوا هشاش من داخل ومقرمشين وكروستيون من برا. ما عليكم غير ان شاء الله تجربوهم وتشاركوني في التعليقات ان شاء الله النتيجة. بون هاوليكم قدامكم كما نقولوا، صورتهم باش تشوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. نروحوا ان شاء الله مباشرة للمقادير تاع هذه الوصفة. لهذه الوصفة واش راح نحتاج؟ عندي 2 كيسان ونص تاع فرينة، راني كيلت بهذاك الكاس تاع القازوز. عندي كيس خميرة تاع الكاطو، مغرفة صغيرة سكر، ومغرفة صغيرة خميرة تاع المطلوع، وشوية ملح، نص مغرفة، حوالي نص مغرفة. ومن بعد ان شاء الله نلم بالماء، عفوا راح نلمها بالحليب. بون حطيت الخميره نتاعي فوق الفرينه والسكر كما راكم تشوفوا على جهه، والجهه الاخرى حطيت فيها الملح. رحت نزيد في الزيت، نحتاج 3 مغارف نتاع الزيت، يعني ما راحش تكون لاباط نتاعنا ميدمه. وسورتو كي راح نقلوهم ما لازمش ما نكثروش في لاباط الدسم يعني. وصدقوني ما راح تحسوا بهم باللي مقليين، راح تعجبكم ان شاء الله لاباط ولا غوسيت كامل، باسكو حتى الحشو نتاعهم اقتصادي، راني نسيت ما قلتهاش في الاول. راح نديرهم غير بتشكشوكه وفرماج برك، راح تكون بنينه على الكيف. المهم خلطت هذوك المكونات، زدت لها كما راكم تشوفوا كيس تاع خميره تاع الكاطو. وهذه الحاجه مليحه، يعني ما راحش تشموا ريحه الخميره تاع المطلوع، ولا ميم في التخمير شغل ما راحش ياخذوا معنا وقت كبير باش نستناوهم يخمروا وكسر الخميره ديريكتومون نخدموا. وراني نلم فيها هكذا بالحليب الدافي، اللي تكون عندها الحليب الدافي اللهم بارك. ما كانش عندك نورمال تقدري ديري ماء ومغيرفه لحظه. ما كانتش كاينه ثاني اللحظه، عادي سيداتي ديري لهم برك الماء. والله انستي. المهم متتبعيني الاعزاء، هذه هي حتى نلم لاباط نتاعي. ما تجريوهاش بزاف، ماذا بيكم لاباط نتاعكم خليوها شاده روحها، قد ما نخلوها شاده روحها قد ما مليحه لينا، باه كيما نقولوا من بعد ان شاء الله طيب ثم. وكما قلت لكم تجينا هشيشه من داخل ومن برا مقرمشه. هذه هي لاباط نتاعي، هنا راني لميتها. نروح برك نغسل يدي، هذه اللي راهي مجغبله هكذا. نغسل يدي ونرجع نوري لكم السمك نتاعها. نحاول نوري لكم يعني قدامكم، شوفوا. راح ندير لها شويه تاع زيت من الفوق، غير شويه برك، شوهت يدي كما راكم تشوفوا، شوهت يدي برك. ونخليها تروبوزي، راني ما دلكتهاش يعني ما تستاهلش انها تدلكوها بما انها غير فرينه وهذيك. ليسونسيال شوفوا كيفاش راها ليس، ولات لي رطبه بريس كما راكم تشوفوا. راح نغطيها ونخليها اكوتي، نروح نحضر الحشو نتاعي اللي كما قلت لكم عباره عن تشكتوكه هذا مكان، وفيها الفرماج الجبن يعني. بون اول حاجه درت مقله، جبت مقله درت فيها الزيت ورميت عليها البصل. انا راني رحيته هنا بلا شوا، نتوما تقدروا تكونوا مقطعينه. انا ولادي ما يحبوش كي يلقاو الماكله فيها البصل وهذيك يولوا ما ياكلوليش طول. الوغ كو تحتمت اني نرابيه من بعد في الطياب راح نطيبوه بيان باش ما يبانش. المهم شوفوا ولا لي البصل نتاعي ترونسبارون، باش زدت عليها نص مغرفه تاع طماطم مصبره، والله طماطم مركزه. المهم زدت لها طماطيش، وزدت لها لهنا حبه فلفل حلو مقطعتها رقيق كما راكم تشوفوا. حاولت اني نصغرها ثاني باش تتكلي. المهم راني نبقى نحرك. هذه الخطوه مهمه انكم تزيدوا طماطيش من الاول، تتقلى راح تعطي نكهه هايله. ديما طماطيش حاولوا تقليوها. ومن بعد رحت زدت لهم كما راكم تشوفوا شويه ملح، شويه برك فلفل اسود باسكو مانيش حابه الحرور، وراح نزيد لهم الطماطيش المصبره. ابالكم تزيدوها قبل ما يطيب الفلفل نتاعنا، حاولوا حتى يطيب الفلفل وباش نزيدوا الطماطيش راني منحيت لها القشره ومقطعتها قطع صغار، تقدروا ترحيوها يعني هذا شيء اختياري. ايا ومن بعد زدت لها كما راكم تشوفوا بعد ما غلاو لي مليح وبدات تطيب الطماطيش، زدت لها نص مغرفه تاع سكر حرش. ثاني هذه الخطوه ضروريه، راح تنحي الحماضه وراح تمد لنا واحد لوغو لهذه التشكتوكه. والله هذه لاصوص الكو راح تمدوا لنا روعه. وزدت لها ثاني شويه ماء، نص كاس ولا بريسك، راه كلش طايب كما راكم تشوفوا. وشني زدته برك خليتها تكتك هكذاك في بعضها، نحوسها تكون طايبه بالبزاف. وطفيت على ناري واجده لاصوص نتاعي. رحت لاباط كما راكم تشوفوا اي خمرت، رحت قسمتها كويرات. هذه 2 كيسان ونص فرينه دارت لي حوالي 14 جو كخوا ولا 15 كربيعه كويره كما نقولوا.
نتاع هذا المملحات. نتوما تقدروا تحلوها كيما نقولوا دويره كبيره تقطعوا بالامبورط بيس وتخدموا كيما تقدروا ديروا كيما هكذا، يعني هذه احسن نورمالمون، هذه اسهل. قسمتها كويرات كيما راكم تشوفوا، 6 7 هاي 14 كويره تقريبا. درتها قيمه 14 حبه، يعني ما شاء الله راح تكون زاكيه. وحطيتها من طول مباشره بديت نخدم، يعني ما تستنيهاش تخمر. رحت برك كسرت البيض، وجدت البيض ووجدت شابلور تاعي، وجبت الفرماج من الفريجيدار هذا مكان. ومن بعد نفرش البلون دو طرافاي نتاعي بالفارينه، ونبدا نخدم في الحشو نتاعي. جبت الحشو انا هذه الاولى قدامكم، رحت هرتها بالحشو، كثرت بزاف، يعني نتوما نقصوا شويه برك معليش الاولى ديما مش محسوبه ليسونسيال. ودرت لها الجبن كما راكم تشوفوا. انا عندي هذا برك مثلثات، نتوما تقدروا ديروا فرماج رابي، تقدروا ديروا غريير، واش كان متوفر عندكم. اي فرماج تفضلوه ولا يكون متوفر عندكم في البيت راح نديروه. يعني انا هذه قلت لكم درتها كان ما عندي والو، حبيت ندير حاجه اقتصاديه وسهله وبنينه في نفس الوقت. ومن بعد هكذا برك شكل مثلثات، تقدروا ديروها مربعات، تقدروا ديروها الشكل اللي حبيتو. برك انايا هنايا يديا شوفوا تشوهوا لي بلا صوص، شغل ما تخليش لاباط نتاعك الجهه اللي مشوها بلا صوص هي اللي تلم لك، باسكو ما راح تشوفوا كيما راكم تشوفوا راح تلم لي بصح ديفيسيل. والله تقدروا هذوك الجوانب تاع لاباط تخدموا. شوفوا الحشو كيف راهو بزاف، كيما قلت لكم كثرت، راح نقص شويه. كما قلت لكم تقدروا الجوانب هذوك قبل ما تبداي تطمي فيهم في بعضهم تدهنيهم بالبانسو بشويه نتاع البيضه اللي راني راح نخدم بها من بعد ان شاء الله. المهم هذه هي الحبه نتاعي، ها هي قدامكم. نحطها ونخليهم بعد ما كيما نقولوا شكلت الحبات كامل باش راح نديرهم يطيبوا. وجدت المقله نتاعي، درت فيها الزيت درتو يحمى، وراني ندهن في البيضه نتاعي غير هكذا من الفوق برك بالبانسو. تدهنوا يعني من الفوق ومن التحت، بصح واش مش كيما مالفين نغطسوا راح تديك الحبه كامل وتتجغبل يدك ويتجغبل الطبسي ونخسروا فيها لا شابلور وكلش. انا راني ندير هكذا كيما قلت لكم قبيل. تقدروا الجوانب تاع لاباط تدهنوهم بالبيض قبل ما تسكروا الحشو نتاعكم، يعني راح تسهل عنكم العمليه. هاي المهم الحبه نتاعي راح نحطهم كامل نستفهم في بلا هكذا ولا طبسي ولا، ومن بعد نبدا نقلي بشوي كيما نقولوا مع بعضهم. هذو هما المملحات نتاعنا تاع اليوم. راح نقليهم في زيت درجه الحراره تاعو تكون متوسطه، ما تقولوش بزاف النار باش ما يتحرقوش وباش ما يطيبوش كيما نقولوا من برا ومن الداخل يقعدوا معجنين. هذه هي راح نطيبوهم على جهه ومن بعد نقلبوا الجهه الثانيه. واش راح نقول لكم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. راح نجربوها اكيد راح تحبوها. كما شفتوها كامل راها سهله بالبزاف اقتصاديه، مقادير ولا المكونات راهي متوفره في كل بيت. ما عليكم غير ديروا لي جيم على لا فيديو، اللي اول مره تشوفني تخلي لي جيم على لا فيديو، دير لي ابوني وتفعل الجرس. اللي مالفه تشوفني غالياتي خلي لي تعليق باهي. راني نتعب على جالكم نجيب لكم في الوصفات، نحاول نحط جديد ومازال عندي ان شاء الله جديد. راني والله مصوره شحال من غوسات برك ما عنديش الوقت باش نحطها. نحبكم كامل، تهلاو في رواحكم. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، مملحات مقرمشين وبنان واقتصاديين. تهلاو في رواحكم وسلام.